السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حديث داخل نادي الزمالك إلا عن حل القيد ومشاكل القيد، والإشاعات هتفضل مستمرة على نادي الزمالك، وهيفضل الضغط على نادي الزمالك جامد جدا جدا، لدرجة إن في هبدة جامدة جدا جدا طلعت من 10 دقايق. الزمالك رد عليها حالا، لسه الكلام لسه شغال من 10 دقايق، يعني قبل ما وانا بصور الفيديو او لغيت الفيديو بدأت اعيد تاني الكلام واشوف الكلام ايه واللي حصل ايه، وموضوع ان في حكم تأديبي او قرار او ايقاف قيد تأديبي على نادي الزمالك، طلع بيها احد جهابذة الناس اللي بتطلع تتكلم في القانون ويقول لك اصل الحكم في الدرج والختم في الدرج والكلام اللي هو ايه. عارف اقول لك على حاجه، والله العظيم انا يعني مستغرب على الناس اللي هي تقول لك خبير قوانين، خبير لوائح، خبير مش عارف ايه. يا عم انتوا مالكم مال الكلام ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة من التخبط والعشوائية يشهدها نادي الزمالك في خلال الساعات الماضية ومن الأمس للنهاردة، بعد صدور حكم قرار إيقاف القيد لفترتين بسبب مستحقات المغربي صلاح مصدق. وهو مش بس بسبب إيقاف القيد فترتين، لأ، ده كمان إيقاف قيد تأديبي ضد نادي الزمالك. وأي حد يقول لك غير الكلام ده قول له لأ، معلش.